السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو جالك اتصال شغل في نص الليل وطلبوا منك تروح مستشفى مهجورة بقالها سنين مقفولة، هتوافق؟ القصة اللي هتسمعوها النهاردة مش مجرد حكاية رعب عادية، دي رحلة مرعبة داخل مستشفى مهجورة. كل ممر فيها بيخبي سر، وكل باب وراه كابوس، والخروج منها مش مضمون. لو قلبك ضعيف يمكن القصة دي ما تكونش ليك. اطفي النور والبس السماعات وعلي الصوت، عشان من اللحظة دي مفيش رجوع. يلا بينا نبدأ. عنوان قصتنا النهاردة التسجيل الأخير من سرداب المستشفى. أنا عمري ما كنت بصدق في الحاجات دي، وكنت دايما أقول إن كل قصص الرعب دي مجرد تأليف. لكن بعد اللي حصل معايا بقيت بخاف حتى أدخل أوضة ضلمة لوحدي. أنا اسمي عادل، عندي 32 سنة، شغال فن صيانة كهرباء. في ليلة مطر حوالي الساعة 11 بالليل جالي اتصال من مدير الشركة، قال لي يا محمود لازم تنزل حالا مستشفى النور القديم، الكهرباء قطع فيها في السرداب والمولد الاحتياطي مش شغال. استغربت، المستشفى ديت كانت مقفولة من أكتر من 10 سنين بعد حريق كبير، ومن يومها الناس كلها بتقول إنها مسكونة. ضحكت وقلت لنفسي، هو أنا رايح أصلح كهرباء ولا رايح أصطاد عفاريت؟ ركبت عربيتي وبعد حوالي نص ساعة وصلت. أول ما نزلت لقيت بوابة المستشفى مفتوحة، مع إن المكان المفروض مهجور. الغريب بقى إن مفيش ولا فرد أمن ولا عامل ولا حتى نور. كل اللي كنت سامعه صوت الهوا وهو بيخبط في الشبابيك المكسورة، وصوت باب حديد بيعمل صوت كل شوية. كأنه حد بيفتحه وبيقفله. دخلت وانا ماسك الكشاف، وكل خطوة بخطيها كان صداها بيرجعلي، كأن في حد ماشي ورايا. وقبل ما اوصل للسرداب لقيت ورقة صفرة ملزوقة على الحيطة، مكتوب عليها بخط ايد مهزوزة، لو سمحت حد بينادي اسمك ما تردش. وقتها ضحكت، لكن بعد أقل من دقيقة سمعت صوت واضح جدا من آخر الطرقة بيقول يا عادل، وكان الصوت بينادي باسمي. وقفت مكاني، قلبي بيدق بسرعة. بصيت يمين وشمال، مفيش حد. قلت يمكن الصوت جاي من بره، لكن الغريب انه اتكرر يا عادل. المرة دي كان اقرب، كأنه واقف ورا ظهري اللي بينده. لفيت بسرعة، مفيش غير طرقة طويلة وضلمة. بلعت ريقي وقلت لنفسي شد حيلك يا عادل، دي تهيؤات. ونزلت على السلم اللي بيوصل للسرداب. كل درجة كنت بنزلها الجو كان بيبقى أسقع وأبرد، لحد ما وصلت الباب حديد ضخم. زقيته، سمعت صوت برضو باب بيزيق جامد. وأول ما دخلت الكشاف بدأ نوره يوطى ويطفي لوحده. قلت يا رب البطارية ما تفصلش دلوقتي. نور الكشاف بقى كويس تاني واستقر، لكن كان في حاجة غريبة في الأرض، آثار رجلين مبلولين، كأن حد كان ماشي حافي حالا. مشيت ورا الآثار دي، لقيتها رايحة ناحية أوضة المولد. دخلت، المولد كان قدامي. بدأت أصلح العطل
وفجأة سمعت صوت تشغيل جهاز تسجيل قديم. لقيت جهاز كاسيت مركون على ترابيزة كلها تراب، مع ان مفيش كهرباء اصلا. الجهاز اشتغل لوحده وطلع منه صوت راجل بيقول: لو بتسمع التسجيل ده يبقى انت جيت بعدي، ما تلفش وراك مهما حصل. ابتسمت وقلت: اكيد حد بيمثل. لكن بعدها بثانية سمعت نفس الجملة ورايا بالظبط، بنفس النبرة وبنفس النفس. اتجمدت، حسيت ان في حد واقف قريب جدا مني، بس ما قدرتش ألف. بدأت أسمع صوت تنفس تقيل وبطيء، كأن النفس خارج من حد قريب مني على بعد سنتيمترات. وفجأة الكشاف اتطفى. ساعتها واقف في مكان كحل، مش شايف حتى ايدي. حاولت اشغل الكشاف، مفيش. وفي وسط السكون ده سمعت صوت خطوات، كل خطوة كانت بتقرب من اللي قبلها. مديت ايدي في الضلمة ادور على باب الأوضة، لكن ايدي لمست حاجة باردة جدا، ناعمة كأنها ايد انسان. سحبت ايدي بسرعة وانا بصرخ، وفجأة الكشاف نور. بصيت قدامي، مفيش حد، لكن على الحيطة قدامي كان مكتوب بإيد مبلولة: ما تبصش وراك. وقبل ما الحق اقراها حسيت نفس بارد جدا بيلمس رقبتي، وصوت هامس بيقول: فات الأوان. أول ما سمعت الهمسة دي جسمي كله اتجمد، ما قدرتش ألف. حاسس إن لو بصيت ورايا هشوف حاجة عمري ما شفتها قبل كده. قعدت أردد بيني وبين نفسي: ما تلفش ما تلفش ما تلفش. لكن فجأة صوت جرس المستشفى القديم مرن بصوت عالي جدا، مع ان المستشفى مقفولة من اكتر من 10 سنين. وفجأة كل لمبات السرداب نورت مرة واحدة. النور كان خافت اصفر، وكل لمبة بترعش كأنها هتطفي تاني. والأول مرة شفت السرداب كله كان أطول بكتير مما كنت أتخيل، وعلى الجانبين غرف حديد، كل باب عليه رقم: 101 102 103، لحد ما وصلت بعيني لآخر الممر. لقيت باب مختلف، باب اسود ومكتوب عليه باللون الأحمر: ممنوع الدخول. الغريب ان الباب كان مفتوح سنة صغيرة، ومن جوه كان في صوت حد بيخبط، عياط طفل صغير. كل ما قرب العياط بيزيد. وفجأة سمعت جهاز اللاسلكي بتاعي بيشتغل لوحده. خرج منه صوت المدير قال: يا عادل، لو لقيت الباب الاسود ما تقربش منه. ساعتها صرخت: انت عارف منين؟ لكن محدش رد. بعدها بثواني طلع نفس الصوت من ورا الباب الاسود، لكن المرة دي كان بيقلد صوت المدير بالحرف. عرفت وقتها ان اللي جوه مش بني ادم. رجعت خطوة لورا، لكن الباب اتفتح لوحده ببطء وبهدوء مرعب. ومن جوه كان في أوضة عمليات قديمة، كل الأجهزة عليها تراب، لكن سرير العمليات كان نظيف كأن حد لسه مستخدمه. وبجنبه كاميرا فيديو قديمة كانت شغالة. قربت منها ولقيت الشاشة بتعرض بث مباشر، لكن مش للأوضة. كانت المفاجأة بتعرضني أنا،
واقف قدام الكاميرا. المشكلة ان الشخص اللي في الشاشة رفع ايده وشاور لي، وانا ما كنتش بتحرك. ساعتها اتمسمرت في مكاني، وبعدين الشخص اللي في الشاشة اللي هو انا ابتسم ابتسامة مرعبة، وبدأ ينزل من على سرير العمليات، رغم ان السرير اللي قدامي فاضي في الحقيقة. في اللحظة دي سمعت خطوات جاية من ورايا، خطوات بطيئة وتقيلة، ومع كل خطوة كانت الشاشة بتقرب من وشي أكتر، لحد ما بقى الشخص اللي فيها اللي هو أنا واقف قدامي مباشرة. لكن برا الشاشة ما كانش فيه أي حاجة، وفجأة الشاشة اسودت وظهر عليها سطر واحد باللون الأبيض: دلوقتي دورك. وفي نفس اللحظة حسيت بحد حاطط ايده على كتفي، ايد باردة وتقيلة. ساعتها اترعبت وصرخت والأول مرة سمعت ضحكة طالعة من ورا ظهري. لفيت بسرعة لكن مفيش حد، الايد اختفت والضحك وقف. بصيت قدامي لقيت باب أوضة العمليات اتقفل لوحده، وبدأ حد يخبط عليه من الناحية التانية، خبطة واتنين وتلاتة، وبعدين عشرات الخبطات مرة واحدة، كأن في ناس كتير محبوسة جوه. وفجأة كل الخبط وقف وساد صمت مرعب. بعدها سمعت صوت طفل صغير بيقول: لو عايز تخرج بص تحت السرير. انا اصلا ما كنتش عايز اقرب، لكن ما كانش قدامي حل. نزلت على ركبتي وبصيت تحت سرير العمليات. كان في شنطة جلد قديمة، فطلعتها وفتحتها. لقيت جواها ملف قديم مكتوب عليه تجربة رقم 17، ممنوع فتح الملف. فتحته وكانت الصدمة: المستشفى دي ما كانتش مستشفى عادية. من سنين طويلة كان في دكتور بيعمل تجارب سرية على المرضى، وكل اللي ماتوا كانوا بيدفنوا جوه سرداب المستشفى. وفي آخر صفحة كانت صورة جماعية لكل فريق المستشفى. وقفت أبص للصورة وفجأة قلبي وقف، لأن آخر واحد واقف في الصورة كان أنا، بنفس هدومي ونفس وشي. لكن الصورة تاريخها كان من 15 سنة. وقعت الصورة من ايدي، وقبل ما الحق افهم سمعت صوت ورايا بيقول: فاكر انك اول مرة تيجي هنا؟ لفيت، والأول مرة شفت حد. شفت راجل طويل جدا، وشه شاحب وعينيه سودة بالكامل. ابتسم وقال: كل مرة بتهرب بنرجعك تاني وبتنسى. بدأت أجري بكل قوتي. خرجت من أوضة العمليات وجريت في الممر، لكن كل باب كنت أفتحه كان بيرجعني لنفس المكان. كل الطرق بتنتهي عند الباب الأسود، لحد ما افتكرت مفتاح العربية كان في جيبي. رميت المفتاح بكل قوتي ناحية شباك قديم. الإزاز اتكسر ودخل نور الفجر، وفي اللحظة دي سمعت صرخة هزت السرداب كله والكيان اختفى. جريت من غير ما ابص ورايا، طلعت السلم، خرجت من المستشفى ورميت نفسي في العربية ومشيت. ومن ساعتها محدش صدق حكايتي. بعد اسبوع رجعت افتح الموبايل اشوف التسجيلات اللي صورتها، ما لقيتش ولا فيديو الا فيديو واحد مدته 9 ثواني. الفيديو كان بيوريني وانا خارج من باب المستشفى، لكن الغريب ان الكاميرا كانت مصوراني من جوه السرداب،
وفي آخر ثانية ظهر حد واقف واطي جدا: هستناك المرة الجاية يا عادل. ومن يومها كل ليلة الساعة 3:17 الفجر الموبايل بيرن من رقم مفيش ليه أي بيانات. أول ما رد أسمع نفس الهمسة: المولد عطلان، انزل السرداب. وأقسم بالله أنا غيرت رقم موبايلي 3 مرات، لكن المكالمة لسه بتجيلي لحد النهاردة. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك ولا اشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ القصة خليني أسألك سؤال واحد: لو صحيت الساعة 3:09 الفجر وسمعت حد بيخبط على باب شقتك، هتفتح؟ القصة اللي هتسمعوها النهاردة من أكتر قصص الرعب اللي هتخليك تشك في كل صوت هتسمعه بالليل. يمكن تكون مجرد حكاية، ويمكن تكون حصلت فعلا لحد كان فاكر إنه آمن جوه بيته. لو بتحب قصص الرعب النفسي والغموض، اطفي النور والبس السماعات وعلي الصوت، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يخليك تبص على باب شقتك بطريقة مختلفة. يلا بينا نبتدي. عنوان قصتنا: الشقة رقم 309. انتقل محمود العمارة قديمة بعد ما لقى إيجارها رخيص بشكل غريب. البواب قال له وهو بيسلمه المفتاح: أي حاجة تسمعها بالليل ما تفتحش الباب. محمود ضحك وافتكرها خرافات. أول ليلة الساعة 3:09 الفجر سمع 3 خبطات هادية على الباب. فتح الباب، الممر كان فاضي. في الليلة التانية اتكرر نفس الصوت، لكن المرة دي سمع صوت طفلة بتقول: عمو افتح بسرعة، ماما وقعت. كان هيفتح، لكن افتكر كلام البواب فتراجع. في الصبح سأل الجيران: في طفلة ساكنة هنا؟ بصوله في صمت. وواحد قال: مفيش أطفال في الدور ده من سنين. بدأ محمود يلاحظ أشياء غريبة جوه الشقة. كل ليلة حاجات بتتحرك، الكراسي بتتحرك من مكانها، والمراية بيظهر عليها بخار مكتوب عليه: ما تبصش وراك. في البداية تجاهل الكلام ده خالص، لكن في أحد الليالي نسي نفسه وبص وراه. رأى انعكاس شخص بيقف في آخر الغرفة. التفت بسرعة، إنما ملقاش حد. ورجع يبص للمراية، الانعكاس مازال موجود، لكنه كان بيقرب. في الليلة التانية الكهرباء قطعت وكانت الدنيا ضلمة كحل. بدأ يسمع صوت خطوات بطيئة جوه الشقة، خطوة خطوة، وكان الصوت بيقرب من باب اوضته. استخبى محمود وهو بيحاول ما يطلعش اي صوت. فالخطوات وقفت قدام الباب، وساعتها سمع صوت خافت واطي جدا: انا جوه مش بره. اتجمد في مكانه. الصوت طلع من الشقة والباب مقفول. وفجأة فتح باب الدولاب، ومن جواه خرج صوت تنفس بطيء، كأن حد مستخبي جوه. جري ساعتها محمود على باب الشقة، فتحه وخرج حافي، لكن الممر مش زي اللي هو عارفه، كان أطول من المعتاد، وكل بيبان الشقق اختفت تماما إلا باب واحد فقط، هو 309.
بص وراه فاكتشف ان باب شقته في الاخر هو رقم 309. جري بكل قوته، لكن كل ما يجي يوصل لنهاية الممر يرجع لنفس الباب تاني. وفجأة اتفتح الباب لوحده وخرج منه راجل عجوز شاحب الوجه، وقال له بابتسامة باردة: أخيرا لقيت اللي هيقعد مكاني. وبعد كام يوم جه البواب مع الشرطة بعد بلاغ من السكان إن في ريحة غريبة. فتحوا الشقة ولقوا كل حاجة في مكانها، لكن للأسف ما لقوش محمود. الشيء الوحيد اللي لقوا تليفونه مرمي على الأرض. ولما فتحوا آخر تسجيل صوتي فيه سمعوا صوت محمود بيصرخ: افتحوا الباب، أنا مش لوحدي. وبعدها اتقطع التسجيل. ومن ساعة اليوم ده أي مستأجر جديد للشقة 309 بيسمع في الساعة 3:09 الفجر 3 خبطات على الباب وصوت راجل بيهمس: أخيرا حد جه مكاني. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع قصة جديدة. لو كنت سايق لوحدك في طريق فاضي وشفت شخص واقف يطلب توصيلة، هل هتقف؟ القصة اللي هتسمعوها النهاردة من أكتر قصص الرعب اللي بيتداولها السواقين، وفي ناس كتير بتقسم إنها حصلت بالفعل. الحقيقة الكاملة محدش يعرفها، لكن كل اللي حصل في الليلة دي خلى ناس كتير ترفض تعدي من الطريق ده بعد نص الليل. اطفي النور وعلي الصوت واستعد القصة، يمكن تخليك تفكر مرتين قبل ما تقف لأي حد في طريق مهجور. يلا بينا نبتدي. عنوان قصتنا النهاردة: الطريق اللي محدش بيرجع منه. كان في سواق ميكروباص اسمه عم سيد شغال على طريق صحراوي بين محافظتين في مصر. الراجل معروف عنه انه عمره ما خاف من حاجة، وكان دايما يقول: الجن لو قابلني هديله الأجرة وانزله في أول موقف. في ليلة شتوية حوالي الساعة 2 بعد نص الليل، كان راجع فاضي بعد ما وصل آخر راكب. الطريق كان هادي بشكل غريب، لا عربيات ولا نور ولا حتى كلاب بتنبح حتى. وفجأة شاف ست كبيرة لابسة جلابية سودة واقفة لوحدها على جنب في الطريق. استغرب لكنه وقف. ركبت من غير ما تتكلم. قال لها: راحة فين يا حاجة؟ ما ردتش. فضل سايق وهو حاسس ان الجو جوه العربية بقى ساقع جدا. بص في المراية ملقاش حد. لف بسرعة على الكرسي اللي وراه، لقاها قاعدة مكانها. افتكر انه اتوهم. بعد دقيقة سمع صوتها لأول مرة. قالت بصوت واطي جدا: ما تبصش في المراية تاني. اتجمد في مكانه، قلبه بقى بيدق بعنف. كمل سواقة من غير ما ينطق. بعد شوية قالت: واقف قدامك. رفع عينه للطريق، ملقاش اي حد، لكن لما قرب شاف راجل واقف في نص الطريق داس فرامل بكل قوته. العربية وقفت قبل الراجل بسنتيمترات، لكن الراجل اختفى. بص وراه، الكرسي فاضي. الست كمان اختفت. افتكر ان الموضوع خلص. وصل اول محطة بنزين ونزل يشرب مية. حكى للعامل اللي هناك. العامل وشه اصفر وقال: انت وقفت عند الكيلو 47 صح؟ قال: ايوه. رد عليه: من 20 سنة عربية اتقلبت هناك، ماتت فيها ست عجوزة وابنها، ومن يومها السواقين بيقولوا انهم بيشوفوهم بالليل. عم سيد ضحك وقال: اكيد اشاعات.
ركب عربيته ومشي. بعد حوالي 10 كيلو الراديو اشتغل لوحده من غير اي محطة، وصوت ست بيقول لسه ما وصلناش. بص على الكرسي اللي وراه، والأول مرة شاف الست قاعدة ووراها الراجل اللي كان واقف في الطريق. الاتنين كانوا بيبصوله من غير ما يرمشوا. ساعتها صرخ عم سيد وفقد السيطرة على العربية. في الصبح لقوا الميكروباص واقف على جنب الطريق، الموتور مطفي والنور شغال وباب السواق مفتوح. لكن للأسف عم سيد اختفى تماما، ولا حد عرف راح فين. الغريب ان اي سواق يعدي من الكيلو 47 بعد الساعة 2 صباحا احيانا بيسمع صوت ست بتقول وقف لو سمحت. ولو وقف، في ناس بتقول انه بيرجع، وفي ناس تانية بتقول انه بيختفي للأبد زي عم سيد. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ القصة اسأل نفسك سؤال واحد: لو كنت واقف لوحدك على البحر بالليل والبحر هادي بشكل يخوف، وفجأة شفت حد واقف وسط الموج لا بيتحرك ولا بيتكلم، هتقرب ولا هتجري؟ القصة اللي هتسمعوها النهاردة من أكتر الحكايات المرعبة والغامضة، وكل أحداثها هتخليك تبص للبحر بعد كده بنظرة مختلفة تماما. اطفي النور، علي الصوت، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ حكاية موجة الساعة 3. في ناس كتير بتحب البحر بالليل، لكن قليل اللي يعرف ان البحر ساعات بيخبي اسرار محدش يرجع يحكيها. كان كريم شاب عنده 29 سنة بيشتغل مونتير فيديو، وكان دايما لما يزهق من دوشة القاهرة يركب عربيته وبينزل يقعد يومين في شاليه قديم على البحر في الساحل. الشاليه كان بعيد عن الناس، حواليه كان بيت مقفولين، والهدوء فيه يخوف اكتر ما يريح. اول ليلة بعد الساعة 2 صحي كريم على صوت افتكرها صوت الموج. قام وقف في البلكونة. البحر كان هادي جدا، هادي بشكل غريب، لكن وسط الضلمة لمح واحدة واقفة في المية. ست لابسة فستان ابيض طويل وشعرها نازل على وشها، كانت واقفة لحد ركبتها في البحر ومش بتتحرك. كريم افتكر انها واحدة تايهة او محتاجة مساعدة، نزل بسرعة. كل ما يقرب منها كانت تبعد شوية، ولا بتمشي ولا بتتحرك، كأن البحر نفسه هو اللي بيزقها. فضل يمشي وراها لحد ما حس ان المية بقت لحد وسطه. فجأة اختفت كأنها عمرها ما كانت موجودة. رجع الشاليه وهو بيقنع نفسه انه كان بيتخيل. تاني يوم راح يقعد على قهوة جنب البحر. سأل صاحب القهوة: هو في ناس بتنزل البحر بالليل هنا؟ الراجل بطل يمسح الكوباية وبصله وقال: لو شفت ست واقفة في البحر ما تقربش. كريم ضحك: انت بتهزر؟ الراجل قال بهدوء: كل سنة واحد بيختفي هنا، واخر مرة كانت من 6 شهور. الضحكة راحت من وش كريم. بالليل قرر انه يسهر جوه الشاليه. الساعة بقت 3:15 وفجأة سمع صوت خبط على الباب. فتح وما لقاش حد، لكن الارض قدام الباب كانت كلها مبلولة بمية البحر. وقبل ما يقفل سمع نفس الصوت. المرة دي كان جاي من أوضة النوم. دخل بسرعة. الأوضة كانت فاضية، لكن المراية كان عليها بخار ومكتوب بصباع: تعالى. قلبه وقع. مسح الكلمة بسرعة، لكن بعد ثواني
ظهرت حاجة تانية على المراية: أنا مستنياك. خرج يجري من الأوضة، وفجأة الكهرباء قطعت. بقى الشاليه كله ضلمة، وبعدها سمع صوت خطوات، حد بيمشي جوه البيت. رغم انه لوحده استخبى ورا الكنبة وهو بيترعش. الخطوات وقفت قدامه لكن مفيش حد. وفجأة نزلت نقطة مية على كتفه. رفع عينه لفوق واتجمد في مكانه. الست كانت لازقة في السقف، شعرها مدلدل وعينيها سودة بالكامل وبتبصله من فوق. ساعتها صرخ وجري ناحية الباب، فتح العربية وانطلق بأقصى سرعة. وهو ماشي بص في المراية الداخلية، لقى الست قاعدة على الكنبة الخلفية. ابتسمت وقالت بصوت واطي: انت خرجت من الشاليه لكن لسه ما خرجتش من البحر. كريم فقد السيطرة على العربية، صحي بعدها في المستشفى. قالوا له انه عمل حادث بسيط، لكن الغريب العربية كانت ناشفة تماما الا الكرسي الخلفي كان مبلول بمية، مية البحر طبعا. ومن يومها كل ليلة الساعة 3 بالظبط بيصحى على صوت موج، رغم انه ساب البحر من سنين. ولحد النهاردة كل ما يبص في مراية اوضته قبل الفجر بيشوف نفس الست واقفة وراه، ما بتتكلمش، بس كل يوم بتكون اقرب من اللي قبله. وبكده تكون قصتنا خلصت النهاردة. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ القصة، في حكايات بنسمعها ونضحك عليها، وفي حكايات أصحابها بيقسموا إنها حصلت بجد. الحكاية اللي هتسمعوها النهاردة من النوع التاني، قصة متداولة بين أهالي قرى على النيل، ولسه ناس كتير بيرفضوا يتكلموا عنها لحد النهاردة. بيقولوا إن آخر معدية قبل الفجر مش مجرد رحلة عادية، وإن في واحدة بتركب غامضة بتظهر كل سنة، واللي بيشوفها عمره ما بينساها. اطفوا النور وعلوا الصوت واستعدوا تسمعوا واحدة من أغرب وأرعب الحكايات المصرية، آخر معدية قبل الفجر. في قرية صغيرة على فرع من فروع النيل كان في معدية قديمة بتنقل الناس من ضفة للتانية، وكل أهل البلد كانوا متفقين على حاجة واحدة: آخر معدية قبل الفجر محدش يركبها. مش عشان بتتعطل ولا عشان المية عالية، لكن لأن ناس كتير قالوا إنهم شافوا ست غريبة بتطلع فيها لابسة أسود، وشها متغطي، وعمرها ما بتنزل. أنا اسمي محمود، وده حصل معايا من حوالي 12 سنة. كنت راجع من شغل في القاهرة والقطر اتأخر جدا. وصلت البلد حوالي الساعة 3:30 الفجر. الطريق للبيت كان محتاج أعدي بالمعدية. لقيت المعدي واقف لوحده وقال لي: يلا بسرعة، دي آخر معدية. ركبت ولقيت معايا 4 أفراد: راجل عجوز وشاب صغير وست شايلة طفل، وفي آخر المركب ست لابسة أسود. الغريب إن الست دي كانت ساكتة خالص، حتى وشها ما كانش باين. المعدية بدأت تتحرك، وفجأة حسيت إن الجو برد بشكل غريب. المعدي بص ناحية الست بسرعة، وبعدها وطى عينيه وكمل شغل. بعد دقيقة الطفل اللي مع الست التانية بدأ يعيط بطريقة هستيرية، وأمه بتحاول تهديه، لكنه كان بيشاور ناحية الست اللي لابسة أسود ويصرخ ويقول: دي بتبصلي، دي بتبصلي.
كل اللي في المركب بصوا، لكن الست كانت لسه قاعدة راسها في الأرض. المعدي قال بصوت واطي: يا رب عدي الليلة ديت على خير. وصلنا نص النيل، وفجأة سمعنا صوت حد بيخبط على أرضية المعدية، خبط جامد. الصوت كان جاي من تحت رجلين الست اللي لابسة اسود. مفيش حد بيتكلم ولا حد بيتحرك. وفجأة الست رفعت راسها ببطء، لكن اللي خلاني جسمي يتجمد ان وشها ما كانش فيه ملامح ولا عينين ولا مناخير، مجرد سواد، كأن الضلمة نفسها واخدة شكل انسان. المعد صرخ: اقروا اي حاجة من القرآن. كل اللي في المركب بدأ يقرأ بصوت عالي، وفي لحظة المركب كله اتهز. المية بقت كأنها بتغلي والهوا وقف، وبعدين اختفت الست، اختفت كأنها عمرها ما كانت موجودة. وصلنا الضفة التانية، كل واحد نزل وهو بيجري. أما أنا وقفت أبص للمعدي، قلت له: هي راحت فين؟ رد عليا وهو بيترعش: انت أول مرة تشوفها؟ أنا بشوفها كل سنة. سألته: مين دي؟ قال: من أكتر من 30 سنة معدية غرقت هنا قبل الفجر، مات فيها ست كانت لابسة اسود ومستنية جوزها يرجع من السفر. ومن يومها كل سنة في نفس الليلة تركب آخر معدية. رجعت البيت وفضلت سنين أقول يمكن كنت بتخيل، لحد ما من بعد 8 سنين لقيت صورة قديمة عند جدي لمركب غرقان، وفي الصورة واقفة على الشط نفس الست لابسة اسود ووشها متغطي. ومن يومها عمري ما قربت من أي معدية قبل الفجر. ولو سألت أي معدي قديم في القرى يمكن يبتسم ويسألك سؤال واحد: انت شفت الست اللي بتركب آخر معدية؟ وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في أماكن الزمن بينساها لكن الرعب عمره ما بيتنسي. المدرسة اللي هحكي لكم عنها النهاردة شكلها عادي جدا، لكن في آخر فنائها في بير قديم، بير محدش بيقرب منه بعد المغرب، لأنهم بيقولوا إن أي حد يسمع اسمه طالع من جوه ويرد بيروح وما بيرجعش زي الأول. يا ترى دي مجرد خرافة ولا في سر مرعب مستخبي تحت البير؟ اطفوا النور، علوا الصوت، واستعدوا تسمعوا واحدة من أرعب قصص الرعب المصرية، قصة بير المدرسة القديمة. في محافظة من محافظات الصعيد كانت في مدرسة ابتدائي قديمة اتبنت من أكتر من 70 سنة. في آخر حوش المدرسة كان في بير قديم متغطي بغطاء حديد تقيل، وعليه يافطة مكتوب عليها ممنوع الاقتراب. الغريب ان المدرسين القدام كانوا دايما يقولوا للتلاميذ: لو سمعتوا اي حد بينادي اسمكم من عند البير ما تردوش. الناس كانت فاكرة انهم بيخوفوا العيال وخلاص، لحد ما جه مدرس جديد اسمه مروان. كان مدرس علوم وما بيصدقش اي كلام عن الجن او الاشباح. في اول يوم لاحظ ان كل الطلبة بيتجنبوا ان هم يروحوا ناحية البير، فسأل الناظر: هو ليه البير ده متقفل؟ الناظر اتوتر وقال: سيبه زي ما هو احسن. لكن مروان حب يعرف الحقيقة. بعد انتهاء اليوم الدراسي فضل في المدرسة لوحده، قرب من البير ولقى الغطا بيتحرك حركة بسيطة رغم ان مفيش اي هوا. وفجأة سمع صوت طفل بيقول: يا أستاذ، يا أستاذ ساعدني. بص حواليه مفيش حد. الصوت رجع تاني: أنا تحت. افتكر إن في طفل وقع، جري بسرعة وشال الغطا. البير كان ضلمة كحل، فنادى: مين هناك؟
بعد ثواني سمع ضحكة أطفال، واحدة وبعدين اتنين وبعدين عشرات الضحكات طالعة من جوه. رجع خطوة لورا، لكن فجأة طلع من البير ايد صغيرة سودة ومبلولة ومسكت طرف هدومه. وقع على الأرض وهو بيصرخ. بص تاني ملقاش أي ايد. قفل الغطا بسرعة وجري. تاني يوم لقى على مكتبه ورقة مكتوب فيها بخط أطفال: ليه سبتنا؟ بدأ يسأل كبار البلد. واحد من الشيوخ حكى إن من حوالي 50 سنة المدرسة تعرضت لسيول شديدة، وكان في مجموعة أطفال بيلعبوا جنب البير. الأرض انهارت تحتهم ووقعوا، ولأن الإنقاذ اتأخر محدش خرج منهم حي. من يومها أي حد بيفتح البير بعد المغرب بيسمع أصواتهم. فمروان قرر ينقل من المدرسة، وفي آخر يوم ليه قبل ما يمشي عدى جنب البير. سمع صوت طفل بيضحك ويقول: احنا لسه مستنين المدرس الجديد. مروان جري وما بصش وراه. بعد أسبوع وصل مدرس جديد، وأول سؤال سأله للناظر كان: ايه البير ده؟ الناظر بصله في خوف وقال: ما تقربش منه. لكن المدرس ابتسم وقال: انا مش بصدق الكلام ده. وفي الليلة نفسها سمع حارس المدرسة صوت غطاء البير وهو بيتفتح لوحده. ومن ساعتها المدرس الجديد محدش شافه تاني. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في أماكن بتبقى قديمة، وفي أماكن بيكون ليها ماضي أسود عمره ما انتهى. الحكاية اللي هتسمعوها النهاردة عن أوضة رقم 11، شقة بيقولوا إن أي حد دخلها خرج منها وهو شخص تاني، أو ما خرجش خالص. لو قلبك ضعيف يبقى بلاش تكمل، لكن لو مستعد تعرف السر اللي مستخبي ورا باب الأوضة رقم 11، اطفي النور وعلي الصوت ويلا نبتدي القصة. كان كريم شغال مندوب صيانة أجهزة في القاهرة، وشغله كان بيخليه يلف على بيوت كتير كل يوم. في يوم جاله بلاغ من عمارة قديمة جدا في حي السيدة زينب. صاحب البلاغ قال له: التكييف في الشقة رقم 11 بايظ، تعالى قبل المغرب. وصل كريم العمارة واستغرب إنها قديمة بشكل مرعب، والسلالم كلها تراب ومفيش غير شقة واحدة فيها نور. البواب أول ما عرف إنه طالع للشقة رقم 11 وشه اتغير وقال: لو الباب اتفتح لوحده انزل على طول وما تلفش وراك. كريم ضحك وافتكر الراجل بيهزر. طلع للدور الرابع فعلا ووقف قدام الشقة، خبط محدش رد. بعد ثواني الباب اتفتح لوحده. افتكر ان الهوا هو السبب ودخل. الشقة كانت هادية بشكل غريب، كل الأساس متغطي بملايات بيضة، وفي آخر الطرقة سمع صوت تكييف شغال. دخل الأوضة لقى التكييف مطفي، لكن الصوت لسه موجود. كان جاي من ورا الحيطة، وفجأة باب الأوضة اتقفل بعنف. حاول يفتحه مفيش فايدة، وفجأة سمع صوت ست عجوزة بتهمس: انت دخلت يبقى لازم حد يخرج. لف بسرعة ملقاش حد، لكن المراية اللي قدامه كانت فيها ست واقفة وراه. لف تاني بسرعة وهو خايف، برضه مفيش حد. رجع بص للمراية لقاها أقرب، ابتسمت. وفي اللحظة دي النور قطع. لما رجع بعد ثانيتين المراية كانت فاضية، لكن على الحيطة كان مكتوب بإيده: حد لسه واحد ناقص. كريم كسر الباب بالعافية وطلع يجري على السلم. البواب أول ما شافه قال له: شفتها صح؟ كريم وهو بيترعش قال: مين؟ البواب رد:
كل اللي دخلوا الأوضة رقم 11 شافوا نفس الست، لكن انت أول واحد يخرج حي. كريم جري ساعتها من العمارة وحلف عمره ما يرجع تاني. وبعد أسبوع سمع إن العمارة اتهدت، ارتاح وافتكر إن الكابوس انتهى. لكن بعدها بشهر وهو في شغل جديد وصله طلب صيانة، فتح العنوان واتجمد في مكانه، الشقة رقم 11. لكن الغريب إن العنوان كان في عمارة اتبنت من أسبوعين بس، وعلى شاشة موبايله قبل ما يقفل الطلب ظهر إشعار لوحده: إحنا مستنيينك. وبكده تكون القصة خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هحكي لكم قصة بيقولوا انها حصلت فعلا مع مجموعة صيادين اختفوا في عرض البحر، ولما رجعوا اكتشفوا ان الزمن سبقهم بسنين. لو بتخاف من البحر او من الاماكن اللي محدش بيرجع منها، فالقصة دي ممكن تخليك تبص للموج بطريقة مختلفة. اطفوا النور، حطوا السماعات، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات بسم الله. ويلا بينا نبتدي حكاية صيادين جزيرة الموت. كان عمرو ومحمود وناصر وتامر 4 صحاب من اسكندرية، وكل اسبوع تقريبا كانوا يطلعوا يصطادوا في البحر. لكن في مرة راجل عجوز شافهم في المينا وقال لهم اوعوا تقربوا ناحية الجزيرة اللي في اخر الخليج، اللي بيروح هناك البحر ما بيرجعوش. ضحكوا وقالوا اكيد بيخوفنا. ركبوا اللانش وطلعوا. بعد ساعتين الجو اتقلب فجأة، الشمس اختفت والضباب غطى البحر كله، البوصلة باظت والجي بي اس فصل، وفجأة ظهر قدامهم جزيرة صغيرة عمرهم ما شافوها. فقال محمود ننزل نستريح شوية. أول ما نزلوا حسوا إن المكان ساكت بشكل مرعب، لا عصافير ولا هوا، حتى صوت الموج اختفى. كان في آثار بيوت مهدومة وشباك صيد قديمة ومراكب متكسرة على الشاطئ. وأثناء ما بيمشوا لقوا آثار أقدام ماشية ناحية البحر، لكن مفيش أي آثار راجعة. ناصر ضحك وقال يمكن الناس نزلت تعوم، لكن العجوز كان قال لهم جملة افتكروها وقتها: اللي يدخل الجزيرة البحر هو اللي بيختاره وما بيرجعش. وفجأة سمعوا صوت طفل بيضحك، فلفوا مفيش حد. بعدها بدقيقة شافوا ولد صغير واقف بعيد على الصخور، لابس هدوم قديمة ومبلولة، وشه شاحب جدا. قال لهم بابا انتم جايين تاخدوني؟ عمرو قرب منه لكن الولد اختفى. وفي نفس اللحظة الموج بدأ يعلى بشكل مخيف. جروا ناحية اللانش، لكن اللانش كان اختفى كأنه عمره ما كان موجود. بدأ الليل ينزل بسرعة غريبة، وفجأة سمعوا أصوات ناس بتصرخ طالعة من البحر. بصوا ناحية الموج ولقوا عشرات الأيادي طالعة من تحت المية بتحاول تمسك أي حد يقرب. تامر جري وهو بيعيط، لكن الأرض تحت رجله فتحت، وقع في حفرة مليانة مية مالحة. أصحابه حاولوا يطلعوه لكن إيده اتسحبت لتحت، وآخر حاجة قالها كانت في حد ماسكني مش قادر أطلع. وبعدها اختفى كأن البحر بلعه. فضل ال3 يجروا بين البيوت، وفجأة دخلوا بيت قديم. لقوا على الحيطة صور ناس كلهم صيادين، وتحت كل صورة تاريخ. آخر صورة كانت فاضية لكن مكتوب تحتها القادمين الليلة. ساعتها سمعوا خبط على الباب وصوت بيقول افتحوا احنا رجعنا من البحر. ناصر فتح الباب، ما كانش في حد، لكن الأرض قدام البيت
كانت مليانة مية، ومن جوه المية بدأت تطلع وشوش ناس عيونهم بيضة وجسمهم متغطي بالطحالب، بيبتسموا ويمدوا ايديهم. محمود صرخ وجري ناحية الشاطئ، وفجأة لقى اللانش واقف، فركب هو وعمرو وناصر بسرعة ودوروا الموتور. جريوا بأقصى سرعة، ولما وصلوا المينا كانوا مرعوبين، حكوا كل اللي حصل. لكن غفر السواحل بصوا لبعض باستغراب وقالوا: انتوا خرجتوا الصبح ورجعتوا بعد 11 سنة؟ اتجمد الدم في عروقهم. قال محمود: ازاي؟ احنا غبنا ليلة واحدة. رد الضابط وهو بيطلع جريدة قديمة: انتوا الأربعة كنتوا مفقودين من 11 سنة. بص عمرو حواليه، لقى الناس كلها أكبر في السن، والمينا اتغيرت، والعجوز اللي حذرهم كان اسمه مكتوب على لوحة في المينا: رحمة الله عليه، توفى من 9 سنين. وفي الليلة دي رجع محمود بيته، صحي الساعة 3 الفجر على صوت مية بتنقط. قام بيبص لقى الأرض كلها مبلولة بمية البحر، وسمع صوت تامر بيهمس من تحت السرير: لسه دوري مخلصش، البحر عايز واحد كمان. ومن يومها كل صياد يخرج ناحية الجزيرة وقت الضباب يسمع نفس الهمسة: تعال البحر مستنيك. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ أحب أقول لك حاجة. القصة دي مش مجرد حكاية رعب، دي حكاية بيقولوا إنها حصلت فعلا، ولسه ناس كتير بترفض تعدي من جنب المقابر دي بعد غروب الشمس. لو قلبك ضعيف يمكن الأفضل ما تكملش، لكن لو مستعد تعيش دقايق من الرعب والتشويق، اقفل النور والبس السماعات وركز مع كل كلمة، لأن اللي هتسمعه النهاردة ممكن يخليك تفكر مرتين 3 قبل ما تقرب من أي مقابر بالليل. ويلا بينا نبدأ قصتنا. في قرية صغيرة على أطراف القاهرة كان في مقابر قديمة الناس كلها بتخاف تقرب منها بعد المغرب، مش بسبب الكلاب أو الضلمة، لكن بسبب راجل غامض اسمه العم صابر. العم صابر كان حارس المقابر من أكتر من 30 سنة. محدش يعرف هو بينام فين ولا عنده أهل ولا لأ. كل اللي الناس تعرفه إنه كل يوم قبل المغرب يقفل باب المقابر بالسلسلة ويقول نفس الجملة: اللي دخل قبل المغرب يخرج، واللي لسه بره اوعى يدخل مهما سمع. الناس كانت بتضحك عليه وتقول إنه كبر وخرف. لكن في يوم 4 شباب قرروا يتحدوا بعض. قالوا: احنا هندخل المقابر بالليل ونصور فيديو ونثبت ان كل ده كلام فاضي. اخدوا كاميرا وكشافات ودخلوا قبل المغرب بدقايق. العم صابر شافهم وجري عليهم وهو بيصرخ: اخرجوا، لو الليل دخل عليكم هنا محدش هيعرف يخرجكم. ضحكوا وسابوه. اول ساعة عدت عادي، لكن مع اذان العشاء حصلت حاجة غريبة. الهوا وقف فجأة، حتى صوت الصراصير اختفى، وبعدين سمعوا صوت خطوات بتمشي بين القبور. نوروا بالكشاف، مفيش حد. فضلوا يمشوا لحد ما واحد منهم قال: احنا عدينا من القبر ده قبل كده. بصوا حواليهم، نفس الشجرة، نفس القبر، نفس الباب الحديد المكسور. كانوا بيلفوا في نفس المكان. فجأة الكاميرا سجلت حاجة محدش شافها بعينه: شخص طويل جدا لابس كفن مش نضيف واقف بعيد وسط الضباب.
أول ما لفوا ناحيته اختفى. واحد من الشباب بدأ يترعش وقال احنا لازم نمشي، لكن باب المقابر اختفى. فضلوا يجروا بين المدافن، كل ما يجروا يلاقوا نفس القبور قدامهم. وفجأة سمعوا صوت العم صابر بينادي تعالوا أنا عند الباب. جريوا ناحية الصوت، لكن واحد منهم وقف فجأة وقال استنوا، العم صابر صوته مبحوح، ده صوته مش كده. في اللحظة دي الصوت ضحك ضحكة طويلة باردة. وبعدين خرجت مئات الهمسات ما بين القبور، تعالوا احنا مستنيينكم. الكشافات طفت كلها في نفس الوقت، بقوا في ضلمة جامدة. واحد منهم حس ان حد مسك ايده، افتكر انه صاحبه، لكن لما النور اشتغل ثانية واحدة لقى اللي كان ماسك ايده هيكل عظمي لابس كفن قديم وبيبتسم. ساعتها صرخ ورجع لورا. في اللحظة دي كل القبور اللي حواليهم بدأت أبوابها تتفتح ببطء، ومن كل قبر كان فيه شخص خارج راسه موطية وماشي ببطء. العشرات ثم المئات كلهم ماشيين ناحيتهم. بدأ الشباب يجروا وهم بيعيطوا من الرعب، وفجأة شافوا العم صابر الحقيقي واقف عند باب المقابر. كان بيزعق ما تبصوش وراكم، اجروا اجروا بسرعة. جروا بكل قوتهم. أول ما خرجوا من الباب وقعوا على الأرض، ولما بصوا وراهم المقابر كانت هادية جدا كأن مفيش أي حاجة حصلت. العم صابر قال وهو بيقفل الباب اللي شفتوه مش سكان المقابر. سألوه بخوف امال مين؟ رد بصوت واطي دي أرواح بتدور على حد يعيش مكانها، ولو كنتوا بصيتوا في وش أي واحد منهم كنتوا فضلتوا معاهم للأبد. تاني يوم راحوا يراجعوا تصوير الكاميرا. الغريب ان الكاميرا ما صورتش اي حاجة ولا اي اشباح ولا حتى الشباب الاربعة. التصوير كله كان عبارة عن صفوف طويلة من الاكفان. وفي اخر الفيديو ظهر العم صابر واقف قدام الكاميرا رغم انه كان وقتها كان بعيد عنهم. ابتسم ابتسامة غريبة وقال المرة دي نجيتوا، لكن المقابر عمرها ما بتنسى اللي دخلها بعد المغرب. ومن يومها محدش في القرية اتجرأ يدخل المقابر بعد غروب الشمس، لأنهم أحيانا في الليالي الهادية بيسمعوا صوت السلسلة بتاعت المقابر وهي بتتفتح لوحدها، وبعدها يطلع صوت خطوات بطيئة كأن حد خرج من هناك ولسه بيدور على ضيف جديد. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ أحب أنبهك إن القصة اللي هتسمعها النهاردة مش مناسبة لضعاف القلوب. أحداثها هتخليك تشك في كل صوت تسمعه بالليل وكل مكان مهجور تعدي من جنبه. لو بتحب قصص الرعب والغموض يبقى جهز السماعات واطفي النور، وحاول ما تكونش لوحدك، لأن اللي هتسمعه دلوقتي ممكن يفضل في دماغك حتى بعد ما الفيديو يخلص. ويلا بينا نبدأ قصتنا. بطل قصتنا النهاردة اسمه يوسف، شاب عنده 29 سنة، شغال مصور فيديوهات لليوتيوب. قناته كانت متخصصة في استكشاف الأماكن المهجورة، وكان همه إنه يجيب محتوى يخوف الناس. في يوم جاله تعليق غريب، لو بجد مش بتمثل روح بيت الغفير اللي جنب المقابر القديمة في المنوفية، بس ادخله بعد الساعة 12. يوسف افتكرها مجرد خرافة. سأل أهل المنطقة عن البيت. أول ما ذكر اسمه وشوش الناس اتغيرت. واحد عجوز قال له لو دخلت ما تردش على أي حد ينادي اسمك. يوسف ضحك وقال يا عم دي هتبقى أحسن حلقة،
الساعة 12 إلا ربع وصل قدام البيت. كان بيت طيني قديم، شبابيكه مكسورة وبابه مفتوح كأنه مستنيه. أول ما دخل حس إن درجة الحرارة نزلت فجأة. الكاميرا كانت شغالة، كل حاجة كانت طبيعية، تراب، أساس مكسور، وصور قديمة على الحيطة. لكن وهو بيصور الكاميرا عملت تشويش لثانيتين. بص في الشاشة، شاف راجل واقف آخر الطرقة. رفع الكاميرا بسرعة، الطرقة كانت فاضية. قال لنفسه أكيد انعكاس، وكمل تصوير. بعد دقايق سمع صوت باب بيتقفل فوق، مع ان البيت دور واحد بس. بعدين خطوات بتمشي ببطء، كل خطوة اقرب من اللي قبلها. يوسف نادى مين مين، محدش رد، لكن الخطوات وقفت. قرر يخرج، راح ناحية الباب، اكتشف ان الباب اختفى مكانه، بقى حيطة. وقف مكانه، قلبه كان هيخرج من صدره. لف، لقى نفس الطرقة أطول من الأول، وكأن البيت كبر. فجأة الكاميرا وقعت من إيده، ولما رفعها شاف في الشاشة راجل عجوز واقف وراه مباشرة، لابس جلابية رمادي ووشه كله تراب. لف بسرعة، مفيش حد. رجع بص في الشاشة، الراجل لسه واقف، لكن المرة دي كان أقرب. يوسف جري، كل أوضة يدخلها ترجعه لنفس المكان، لحد ما دخل أوضة صغيرة في نصها كرسي خشب، وفوق الكرسي راديو قديم. الراديو اشتغل لوحده، وصوت مبحوح طلع منه. وصل واحد جديد. في اللحظة دي كل أبواب الأوض رجعت تتقفل مرة واحدة. بدأ يسمع حد بيجري في الطرقة، مش بيمشي، بيجري بسرعة مرعبة. الصوت قرب من باب الأوضة، وقف، وبعدين حد خبط على الباب خبطة واحدة. يوسف مسك نفسه، بعدها خبطة تانية أقوى، وبعدين صوت قال يوسف افتح. كان نفس صوت أخوه، لكن أخوه كان في القاهرة. يوسف افتكر كلام الراجل العجوز، ما تردش على أي حد ينادي اسمك. فضل ساكت. الصوت اتغير، بقى صوت أمه، ثم صاحبه، ثم طفل صغير بيعيط. كلهم بينادوا عليه وهو ساكت. بعد 5 دقايق كل الأصوات اختفت. الباب اتفتح لوحده. طلع يجري وشاف باب البيت الحقيقي. خرج بكل قوته. أول ما خرج وقع على الأرض. كانت الساعة 12:07 بالظبط. استغرب، هو كان جوه أكتر من ساعة، إزاي عدت 7 دقايق بس؟ رجع البيت، فتح تسجيل الكاميرا. أول 10 دقايق كانوا طبيعيين، بعدها الكاميرا صورت يوسف وهو بيجري. لكن الغريب كان في حد بيجري وراه، راجل عجوز وشه كله تراب. يوسف عمره ما شاف بعينه، لكن الكاميرا سجلته بوضوح. وفي آخر ثانية في الفيديو قبل ما التسجيل يفصل، الراجل قرب من الكاميرا وقال بصوت واطي المرة دي خرجت، لكن سبت ضلك عندي. من يومها يوسف بقى كل ليلة الساعة 12:07 بالظبط بيشوف في المراية إن في راجل واقف وراه. أول ما يلف ما بيلاقيش حد، لكن في المراية الراجل بيفضل موجود. وبكده يكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. القصة اللي هتسمعوها النهاردة قصة جديدة من نوعها ومرعبة جدا جدا جدا. اطفي النور وشغل السماعات ويلا بينا نسمع القصة الجديدة. كان مروان مهندس شاب راجع من شغله متأخر بعد يوم طويل. الساعة كانت 12:40 بعد نص الليل، ومحطة القطر كانت شبه فاضية. وهو واقف على الرصيف لاحظ قطر قديم داخل على المحطة بهدوء غريب. الغريب ان مفيش رقم مكتوب عليه ولا حتى اسم المحطة اللي رايح لها. سأل عامل المحطة القطر ده رايح فين؟ العامل بصله باستغراب وقال اطار ايه؟ مروان لف بسرعة، القطر كان لسه واقف قدامه فقرر يركب. اول ما الباب اتقفل حس ان القطر اتحرك بسرعة غير طبيعية. كل العربيات كانت قديمة جدا جدا والاضاءة صفرة وضعيفة، والركاب قاعدين ساكتين كلهم باصين من الشباك، ولا واحد فيهم رمش. قعد على اول كرسي فاضي. بعد دقيقة سمع صوت المذيع الداخلي، المحطة اللي جاية المحطة الأخيرة. استغرب، الرحلة المفروض تستغرق ساعة على الأقل، لكن القطر وقف بعد ثواني. بص من الشباك ما لقاش محطة ولا حاجة، كان في ضباب اسود بس. والباب اتفتح، ولا راكب نزل ولا راكب طلع. وبعدين القطر اتحرك تاني. كل مرة يقف المذيع يقول نفس الجملة، المحطة الأخيرة، لكن كل مرة كان المنظر بره مختلف. مرة غابة، مرة صحراء، مرة بحر، ومرة مدينة كلها مباني مهدودة لكن مفيش ولا إنسان. مروان قرب من راجل عجوز كان قاعد قدامه، قال له احنا رايحين فين؟ العجوز ابتسم ابتسامة غريبة وقال انت ركبت القطر الغلط، وده ما ينزلش غير راكب واحد. قبل ما مروان يسأله العجوز اختفى والكرسي بقى فاضي كأن ما كانش في حد موجود. وفجأة كل الركاب لفوا ناحيته في نفس اللحظة من غير ما يحركوا جسمهم، بس رقابيهم وكانت عيونهم سودة بالكامل. والمذيع اشتغل تاني، لكن المرة دي ما كانش صوت آلي، كان صوت طفل صغير قال وصلنا دورك. الباب اتفتح قدامه، كان في رصيف قديم وعليه ساعة ضخمة كان عقاربها واقفة على 12:44. نزل بحذر، وأول ما نزل القطر اتحرك بسرعة رهيبة، اختفى في الضباب، فضل واقف لوحده. وفجأة شاف يافطة المحطة مكتوب عليها محطة المنسيين. بدأ يمشي، كل البيوت حواليه كانت فاضية لكن كل الشبابيك مفتوحة وكأن حد بيراقبه من بعيد. سمع صوت صفارة القطر التاني، لف لقى القطر راجع، وقف قدامه والباب اتفتح، لكن اللي نزل منه كان هو، نفس شكله نفس هدومه حتى نفس الجرح الصغير اللي في ايده. النسخة التانية ابتسمت وقالت انا خرجت ودلوقتي انت مكاني. في اللحظة دي جسم مروان بدأ يختفي وكأنه بيتحول لضباب. حاول يصرخ لكن صوته اختفى، ولما فتح عينيه لقى نفسه قاعد جوه القطر في نفس الكرسي وباصص من الشباك مش قادر يتحرك. بعد أيام شاب تاني كان مستني آخر قطر في نفس المحطة وشاف قطر قديم داخل بهدوء. ركب، ولما بص على الركاب لقى شاب قاعد في آخر العربية، وشه شاحب وعينه مليانة رعب. كان بيحاول يصرخ لكن مفيش صوت بيخرج منه. كان اسمه مروان، ومن يومها بيقولوا ان القطر ده بيظهر مرة واحدة كل سنة، ولما حد بيركبه بيرجع لكن مش هو اللي خرج. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وسلام.